نقدر نقول لك إلا كان هدف نهارو لا خاف على البارسا في مباراة الإياب، فالبارسا نقدر نقول لك خرجت النتيجة إيجابية بالتعادل 3-3. علاش؟ واخا داخل الميدان ديال البارسا، لأن الفرقة كانت متأخرة، وتأخرت جوج د المرات ماشي هي مرة واحدة، وقدرت تعود. وهذا الموسم كما شفنا عادت بزاف ديال المواجهات وبزاف ديال المباريات قدرت تحسمهم وتعود فيهم، وهادشي هذا اللي من كيرجع لعقلية المدرب اللي غيّر الفريق وقدر يخرجهم واحد الحاجة اللي هي ما تستسلموش. واخا تكون خاسر بجوج ولا واحد ولا ثلاثة ما تستسلمش، قدم اللي كنا شفنا البارسا راه دايرة 9 ديال الكرات على الشبكة و19 كان مجمل في المباراة. لأن عاد مشيت سان سيرو وأنت متعادل في حالة تقريبا كتعتبر النتيجة 0-0. الحاجة اللي كتقلقني في انتر ميلان هي الكور الثابتة والركنيات، شفناهم أمام باير وشفنا أمام بارسا، جوج ديال الكور تقريبا ماركاوهم من كورنيل. وبارسا عندهم لاعبية قصيصرة ماشي لاعبية اللي بقيمة الانتر اللي تقريبا عندها جميع اللاعبية طوالين. وفي المباراة ديال الإياب غادي نشوفوا بالدي غادي يرجع رسميا للتشكيلة، لأن جيرار مارتين يوم الأمس كان من أسوأ اللاعبين، وشفنا فليك نزلوا مع بداية الشوط الثاني مباشرة خرجوا. لأن علاش؟ لأنه هو في الانطلاق للهدف الأول تقريبا كان متأخر وكان هو سبب في الهدف. وعاد زيد على ذلك أن ما عمل ولا إضافة هجومية، خلى رافينيا تايه في الشوط الأول. رافينيا كيكون بالدي هو اللي كيشبر ديك البلاصة بوحديتو، ورافينيا كيدخل للعمق باش كيخلق المساحات للزملاء ديالو.